السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله يا رب يكون الجميع في خير وفي نعمة وفي أفضل الأحوال، اللهم آمين يا رب العالمين. إخواننا الله يبارك في الجميع، إن شاء الرحمن نتحدث في الفيديو ده عن العاسلات أو العاسلة، والنحال يتعامل معاها إزاي في الموسم وبعد انتهاء الموسم. إن شاء الله ربما يكون فيديو هيهم ناس كتير، ويعتبر هو تكملة للفيديو اللي كان من حوالي يومين أعتقد، اللي اتحدثنا فيه عن توجيه النحل لتخزين العسل، وازاي النحال يجبر النحل على تخزين اكبر كميه من العسل. تمام، ده فيديو مهم، اتمنى اللي ما استمعش ليه يستمع ليه، واللي استمع للفيديو وربما يكون ما وصلوش بعض المعلومات. انا في اخ استفسر معايا وتواصل معايا بيقول لي ايتم الخلايا. تمام، انا ما ذكرتش في الفيديو ان انا ايتم خلايا، انا ذكرت وكل تركيزي كان داخل الفيديو ان الواحد يحيد على الملكة بأكبر قدر. تمام، وأتمنى أي أخ يستمع للفيديو يركز في الفيديو ويركز في الكلام. لو في أي استفسار اطرح الاستفسار، إنما اوعى تنفذ كلام خطأ. تمام، إنك أنت تنفذ كلام خطأ وتروح تعمل عمل خطأ وتقول الأخ محمد المصري هو اللي قال. أنا ما ذكرتش الكلام ده يا أخي. تمام، أنا كان هدفي كله إن أنا أحيد الملك، وأعطينا بعض الطرق، حاجز ملكي او ان النحال ينزل عذاره. يعني فيديو مهم، اتمنى ان النحال يستمع ليه اللي ما استمعش ليه. تمام، رقم الواتساب الله يبارك في الجميع موجود في الوصف. اي اخ، انا برد على الجميع يشهد الله. تمام، اي اخ فيه نقطه مش واضحه ليه او استفسار مش واضح ليه تواصل معايا يا اخي على الواتس. ان ما كنتش رديت عليك الصباح، تمام، هرد عليك المساء. لو تواصلت معايا المساء مثلا وانا مشغول هرد عليك الصباح. مقصود كلامي انا هرد عليك، انما ما تنفذش اي عمل خطأ. تمام، معلش انا بعتذر، بس كان الامر ده لابد ان هو يتوضح في بداية الفيديو، علشان هدف الواحد يشهد الله ان النحال يستفيد. بس ان هو ياخد معلومة بصورة خطأ او بفهم خطأ وينفذها، انا مش مسؤول صراحة على ان النحال يفهم ازاي. تمام، الله ييسر الحل الجميع. على العموم الله يبارك في الجميع، بخصوص الفيديو اللي هو بتاع العاسلة او العاسلات والنحال يتعامل معاها ازاي. طبعا الله يبارك في الجميع، في فيديوهات خاصة بالعاسلات في القناة الاولى اللي هي تربية النحل في الوطن العربي للمبتدئين والمحترفين. طبعا للي مهتم بالموضوع اكتر يقدر يبحث عليها ويستمع ليها. طيب، عامة احنا دلوقتي خلاص ان شاء الرحمن 5 ايام هينتهي شهر مايو ونخش في الشهر السادس بإذن الله. تمام، اللي الموسم بتاعه ربما يكون باقي عليه 10 أيام، باقي عليه 15 يوم والموسم هينتهي. يتعامل ازاي مع العاسلات اللي عنده دي؟ تمام، سواء عنده عاسلة أو اتنين أو ما شاء الله حسب ما يكون هو مجيش النحل. أخويا الله يبارك في عمرك، حسب الموسم اللي هيكون بعد كده عندك امتى. تمام، طب ندي مثال مثلا على الكلام ده. بالنسبة عندنا في مصر حاليا احنا في موسم البرسيم، يمكن تقريبا بعد 10 ايام ان كترت 15 يوم الموسم هينتهي. تمام، انا كرجل نحال العاسلات اللي عندي هعمل فيها ايه؟ هنزل العاسلات اللي عندي واعملها تقسيمات على ملكات، سواء ملكات عذارة او ملكات ملقحة. طيب ليه هقوم بالعمل دوت؟ لان ما عندوش موسم قادم بعد البرسيم، مش هيكون في موسم قريب بعد البرسيم. تمام، فانا اديت بس مثال بسيط عشان اللي بيستمع ليا يفهم انا اتكلم بقول ايه. تمام، واحد تاني يقول لك انا هخش بعد موسم البرسيم مثلا داخل مصر، هروح على موسم مثلا السمسم او موسم القطن. خلاص انت هتتنقل في الموسم دوت سواء السمسم او القطن، تقدر انك انت تخلي العسيلة راكبة. تمام، اخ تاني من الجزائر مثلا يقول لك انا بعد موسم السدر هروح موسم اخر، عاوز تخلي العسيلة راكبة لا يوجد مشكلة طالما هيكون عندك موسم فيض. تمام، عاوز تخلي العسيلة لا يوجد مشكلة. الأخ اللي نقدر نقول قدامه شهرين أو 3 شهور، تمام، يعني نقدر نقول على شهر 9 أو شهر 10 هيكون في مواسم عسل عنده، أصبح أنت ما تخليش العسيلة راكبة طول الفترة دي. تمام، نزل العسيلة بتاعتك، اضغط النحل بتاعك. تمام، لأن هيكون داخلين على فصل الصيف. تمام، تقدر تستغل مثلا لو انت ما شاء الله عندك 20 برواز، تمام، تقدر تستغل الطابق التاني اللي انت هتنزله ده، تمام، تستفيد منه كخلية.
تمام، سواء عندك ملكة عذراء، عندك ملكة ملقحة، تمام، عندك التقسيم مناسب، قسم. عندك ظروف للتقسيم مناسبة وعندك ذكور، قسم. تمام. فأتمنى يكون الجزئية ديت واصلة للأخ اللي بيستمع ليا. إخوة، على سبيل المثال اللي داخل المملكة العربية السعودية، تمام، هو يعتبر خلاص أنت نقدر نقول خرجت من موسم السمرة. تمام. قدامك يمكن تقريبا حدود الشهر وتخش موسم الطلح. تمام. فتقدر انت مثلا في الفتره ديت تجيش نحل وترفع انت عاسله، لانك هتروح موسم طلح. تمام. الاخوه اتوقع في ليبيا في موسم، اتوقع السدر حاليا. تمام. فمقصود الكلام، كل اخ بيستمع ليا من اي بلد عربيه، تمام، شوف التوقيت اللي عندك ايه، وايه اللي يناسبك بخصوص العاسله. تمام. هل عندك موسم قريب ولا ما عندكش؟ لو عندك موسم بعيد، تمام، اصبح انت هتنزل العاسلات من عندك وتقسمها كخلايا، او لو عندك تقسيمات انت عاملها ضعيفه، تمام، تقدر تقول ان التقسيمات العاسلات اللي انت هتنزلها دي توزع الحضن اللي فيها على بعض الخلايا. تمام. دي نقطه لابد الاشاره ليها والنحال ينتبه ليها. طيب، في اخ تاني بيستمع ليا قال لي اخويا محمد، انا حاليا دلوقتي بجيش النحل علشان انا هخش لسه موسم ان شاء الرحمن في شهر 6. تمام. ده انا دلوقتي بجيش نحل عشان ارفع عسلة. مفيش مشكلة، توكل على الله. تمام. طيب، بتسأل عاوز مثلا ايه؟ عاوز تعرف ازاي ترفع عسلة؟ اقول لك ترفع عسلة ازاي برضه. ما طالما احنا ذكرنا موضوع رفع العاسلات هنذكره، على الرغم ان احنا شرحناها من قبل في كذا فيديو، ولكن نشرحها للاخ نقدر نقول اللي عنده موسم في شهر 6 بيجهز له وبيجيش نحل دلوقتي. هتيجي اخويا الله يبارك في عمرك قبل ما تخش الموسم، يعني انت تخش موسم ان شاء الله شهر 6 او منتصف شهر 6، ما تنتظرش لحد الموسم وترفع العسيلة، لا، ارفعها من دلوقتي. تمام. الخلية بتاعتك وصلت 10 براويز، وصلت 9 براويز، ارفع عاسلة، ولكن ما تحطش الحاجز الملكي لانك انت لسه بتستعد. انت ما دخلتش الموسم، انت بتستعد. اتمنى ان نركز في الكلام ده عشان الاخ اللي بيستمع ليه. تمام. انت عندك موسم في شهر 6، هترفع العاسلة من دلوقتي على اساس تجيش نحل. تمام. طبعا لما هتيجي ترفع الله يبارك في عمرك العاسلة، هترفع في العاسلة ديت 3 براويز من الحضنة المغلقة. تمام. ومن ثم تنزل في طابق التربية، تمام، 3 براويز شمع اساس. شفت انا بقول ايه؟ بقول شمع اساس. طب ليه بقول شمع اساس؟ لانك انت لسه بتجيش، انت لسه هتخش الموسم. تمام. طب اخ تاني بيستمع ليه قال لي انا دخلت الموسم خلاص انزل شمع اساس؟ لا. تمام. فلابد الشخص اللي بيستمع ليه او النحال او الاخت النحاله اللي بتستمع ليه تحاول تفرق الكلام، هل يناسبها ولا ما يناسبش الاخ. تمام. فانت لو لسه قدامك 10 ايام على الموسم، نزل شمع اساس مع دعم بتغذيه سكريه على اساس النحل يقوم بالبناء دوت، ومن ثم تكون مجهز العسيله. دخلت الموسم خلاص، وانت داخل الموسم يبقى تنزل براويز مبنيه جاهزه. تمام. طب الحاجز الملكي، الحاجز الملكي ما تركبوش نهائي الا مع الفيض. تمام. مع موسم العسل لما النحل يبتدي يجمع كميه من العسل، تمام، من ثم تركب الحاجز الملكي. تمام. انما لسه ما دخلتش الموسم ما تركبش الحاجز الملكي. تمام. لعل يكون الامور واضحه. طيب، في واحد اخ بيستمع ليا قال لي اخويا محمد الله يبارك لك، انا عندي خليه 7 براويز وانا دلوقتي في الموسم، انا دلوقتي في موسم العسل، ينفع اركب عاسله؟ اقول له يا اخي الامر ما بيجيش بالكلام ده. يعني اتوقع، انا كنت اتحدث مع اخت اتوقع من العراق امس، تمام، وعندهم موسم حاليا في العراق، وعندها ما شاء الله خليه 7 براويز، فهي عاوزه ترفع طابق تاني. تمام. وتحط في الطابق التاني 5 أو 6 براويز مبنيين، يعني مبنيين جاهزين. تمام. والنحل يضع فيهم عسل. قلت لها الامر ما بيجيش كده. تمام. واتمنى اللي بيستمع لي يفهم الكلام اللي انا اتكلم بقول ايه. الامر ما بيجيش كده. ما ينفعش ان انا ازود براويز لخلايا في موسم عسل والبراويز دي ما يغطيهاش النحل. لازم يكون في كثافه نحليه تغطي البراويز، ومن ثم النحل اللي هيغطي البراويز اللي هيكون مغطيه نحل دي، النحل هنقدر نقول هيسرح. تمام. وبالتالي يخزن لك كميه من العسل. خلاف ذلك يبقى لازم تحيد وتضيق على الملكة وتضيق على البراويز علشان تستفيد. تمام.
خليه 7 براويز وانت في موسم عسل، ما ينفعش ترفعها عسل. تمام. طب امال اعمل ايه؟ حط حاجز ملكي بروازين، حط فيهم بروازين مع الملكه، ومن ثم استفيد في الخليه دي في جمع العسل. تمام. الله يبارك في الجميع. في موسم العسل نصيحه لله، محدش يوسع للملكه ازيد من اللازم، محدش يوسع للنحل ازيد من اللازم بالبراويز او بالاطارات. تمام. لان ده كله بيجي على حساب العسل. تمام. طيب الله يبارك في الجميع. في بعض الإخوان برضو من ضمن الاستفسارات يقول لك أخويا محمد أنا عاوز أحجز الملكة في طابق الثاني أو في العاسلة، وأخلي الطابق اللي هو التربية الطابق الأول بدون الملكة، يعني هيحط حاجز ملكي ما بين العاسلة وما بين طابق التربية. تمام. ويخلي الملكة في الطابق الثاني. يا أخويا الله يبارك فيك أو أختي اللي بتستمع ليا، تمام، ما ينفعش. لازم يكون الملكة موجودة في الطابق الأول. طب ليه بقول كده؟ لأن لازم إن النحل يستشعر بيها وهو داخل الخلية، تمام، وهو خارج من الخلية كسروح، لازم يشعر بالملكة، يشعر بالفرمون الملكي بتاعها. خلاف ذلك أنت لما تخليها في العاسلة في الأعلى، تمام، هيحدث ارتباك في حركة النحل. هتبص تلاقي الخلية ابتدت تبني بيوت ملكية في طابق التربية. تمام. أنا بقول استفسارات الإخوان بيسألوها ليا على الخاص أو على الواتس. تمام. وبنحاول ان احنا نقولها للجميع، لان طالما اخ سالها مره واتنين يبقى في ناس كتير ربما يكون عاوز تعمل الشيء ده. تمام. فاصبح ان الملكه لازم تخليها في طابق التربيه. تمام. حطيت حاجز ملكي في طابق التربيه الملكه، ما حطيتش حاجز ملكي برضو تكون الملكه في طابق التربيه، ما ترفعهاش نهائي في العسيله. تمام. في حاله انك انت بتجيش نحل وما انتش حاطط حاجز ملكي، تمام، والملكه بتصعد العاسله وبتصعد في طابق التربيه، بتتحرك زي ما بيقولوا على كيفها وتضع البيض، مفيش مشكله لان هي اللي بتطلع. تمام. انما انا كنحال احجزها فوق، او انا كنحال احجز الملكه في العاسله، لا. تمام. اتمنى يكون الجزئيه ديت واصله للاخ اللي بيستمع لي. النقطة الأخرى الله يبارك في الجميع، وربما يكون برضو بعض الإخوان بيسألوها دايما باستمرار على الخاص، وهي عندي 4 أو 5 خلايا ضعيفة على 5 براويز الخلية، وداخل موسم عسل أو في موسم العسل وعاوز أستفيد. ينفع أضم الخلايا دي؟ ضم الخلايا أخي، بس نصيحة لله، لو الملكات، أتمنى الأخ اللي عاوز يقوم بالعمل ده يركز معايا. لو الملكات اللي عندك في الخلايا، نقدر نقول اللي انت عاملها تقسيمات جديدة ديت اللي هي 5 براويز 4 براويز، لو ملكات دي ملكات فتية، ملكات كويسة، احتفظ بيها. احتفظ بيها ليه؟ لان نقدر نقول هتخسر ملكة زي كده هتبقى بنتيجة سلبية عليك. تمام. يعني خلينا نقول دلوقتي انت عندك في المنحل 4 خلايا، كل خلية 4 براويز او 5 براويز. انت بتضم الخلايا دي ليه؟ بتضمها الهدف منها ان يكون عندك جيش من السارح او جيش من النحل السارح، تستفيد بكمية كبيرة من العسل في الموسم. تمام. طيب حافظ على الملكة، حطها في نوية عندك. تمام. على اساس بعد موسم العسل ما يخلص، تمام، لو حبيت انك انت تقسم خلايا وظروف التلقيح عندك مش مناسبة، يبقى انا عندي الملكة اللي انا كنت محتفظ بيها. تمام. نتمنى الجزئية دي تكون واصلة للأخ. تمام. بعض الإخوان عاوزين مثلا يضم خلايا مثلا 7 براويز على خلية أخرى 7 براويز، أو على خلية 10 براويز، يعني يعمل، نقدر نقول يعمل خلية بعسلة عشان يكون عنده جيش. لا يوجد مشكلة، ضم بطريقة صحيحة، أهم حاجة منعا للتقاتل ما بين النحل، دي الأساس. تمام. الأمر الآخر الله يبارك فيك، احتفظ بالملكة اللي أنت هترفعها من الخلية. تمام. هل ممكن ان يحدث تكذيب في موسم العسل؟ ده سؤال يطرح نفسه. هل ممكن يحصل تكذيب في موسم العسل؟ نعم يحدث. بس يحدث امتى؟ يحدث لو الخلية نقدر نقول فقدت الملكة وجلست 15 20 يوم بدون ملكة. تمام. يحدث تكذيب في الحالة دي. تمام. ولذلك الله يبارك في الجميع، اي اخ اللي بيستمع ليا في اي موسم عسل، انت كده كده لابد انك انت وظيفتك ايه في موسم العسل؟ ده سؤال يطرح نفسه. وظيفتك ايه في موسم العسل؟ اولا، لو النحل احتاج توسع علشان يخزن في البراويز دي عسل، بتضيف اساسات. ومن ثم لو انت عندك نشاط داخل موسم العسل في حبوب اللقاح،
يبقى انت لازم تفحص الخلايا ديت منعا لحدوث تطريد، زي مثلا البرسيم عندنا في مصر، تمام، او موسم حبة البركة اللي في سوريا، تمام، او اي موسم اخر من اي اخ بيستمع ليا، تمام. طالما النحل بيجيب كميات حبوب لقاح لازم تفحص النحل ده كل 6 ايام، شرط اساسي. كل 6 ايام تفحص الخليه، لان ممكن خليه عندك من طابق واحد مكونه مثلا من 9 براويز او 8 براويز، تمام، تبص تلاقي النحل بنى بيوت تطريد وطرب منك في الموسم، خرج منك طرد يحمل كثافه نحليه نقدر نقول دمر لك الموسم، تمام. دي وظيفتي انا كرجل نحال. لما تيجي تدخن اخويا الله يبارك فيك، تدخن على الخليه، دخن تدخين بسيط. التدخين الازيد من اللازم في موسم العسل من ثم هيترك روائح في العسل نفسه. انت كرجل نحال بعد ما تفرز العسل هتبص تلاقي انك انت نقدر نقول ايه، العسل بتاعك طعمه مش مستصاغ، الطعم بتاعه مش يعني اقولها لك ازاي، مش مستحب. طعم العسل مش مستحب. ما تدخنش تدخين ازيد من اللازم، تمام. انت طبعا احنا بنتكلم انك انت تفتح الخليه تدخين بسيط بس. والله يعلم الله، انا كنت داخل المملكه العربيه السعوديه، اتذكر في منطقه نواحي الطائف في موسم السمره. كنت في موسم السمره دي نهائي صعب ان انا ادخن، تمام. واحد بيقول لي انت النحل اللي كنت شغال فيه مثلا نحل بلدي يعني هادي، مش زي النحل التل الشرس اللي موجود مثلا في شمال افريقيا. يا اخي انا معاك والله، انا معاك، بس احنا بنقول على قد ما اقدر، تمام، ما دخنش تدخين زياده. انا بشوف بعض الاخوان بيمسك المدخنه، والله على ما اقول شهيد، بيخلي الخليه تطلع دخان لدرجه انك ما تشوفش النحل، تمام. مش للدرجه دي، تمام. انت الهدف إيه؟ انك انت بتخلي النحل يستشعر ان في خطر، تمام، ومن ثم النحل يكون هادئ بالتدخين، تمام، بكميه بسيطه، مش ان انا اولع في الخليه بالدخان. نتمنى التركيز على النقط ديت والنصائح دي كلها، بالاخص من الاخ المبتدئ اللي بيستمع ليا، لان ديت امور مهمه بجد، تمام. وممنوع الله يبارك في الجميع اي اخ يحط اي ماده، تمام، سواء مضادات حيويه او التوم اللي هو بيكافح بيه مثلا فروه او اي ماده لمكافحه الفروه، تمام، داخل موسم العسل. اتمنى ذلك منك. بعد الموسم يا اخي اعمل اللي تعمله، تمام، اعمل اللي تعمله بعد الموسم. انما في الموسم انت طالما، ده احنا بنتكلم على اساس ضمير بقى، طالما انت عاوز شويه عسل نقدر نقول صافيين، عسل طبيعي ما فيهوش مضادات حيويه لا قدر الله، لان ممكن يشتري منك مريض سكر، ممكن يشتري منك اي اخ محتاجه للشفاء، فما تحاولش تضر الناس، تمام. هيقول لي انا عندي والله مرض حضنه في الخلايا، عندي مشاكل، اقول لك يا اخي الامور ما بتعالجش كده. صدقني والله العظيم، لما تحط مثلا لو انت عندك مرض حضنه حقيقي في موسم العسل، تمام، وحطيت مضادات حيويه او حطيت اي امر ما، مش هيديك نتائج. تقدر تاخد طرق تقليديه وهتديك نتائج افضل من ممتاز، تمام. انا بكلمك بصدق وما يرضي الله، تمام. فالله يبارك في الجميع عشان ما نطولش في الحديث. بالنسبه للعسله، تمام، زي ما احنا بنقول كده، بالنسبه للاخ اللي هو ان شاء الرحمن بعد انتهاء الموسم، سواء بعد 5 ايام بعد 10 ايام، تمام، هيكون في موسم قريب. يعني الموسم مثلا 10 ايام هيبدا موسم جديد عنده، 15 يوم هيبدا موسم عنده. خلي العسله زي ما هي، تمام، وابتدي جيش نحلك مره اخرى استعدادا للموسم. لو موسم عندك تقريبا هيجلس له في حدود الشهرين على ما يكون عندك موسم جديد، لا، في الحاله ديت انا انصحك نصيحه، نزل العسله، تمام. نزل العسله، ومن ثم البراويز اللي انت هتنزلها في العسله دي تقدر تستفيد منها مثلا في خلايا تقسيمات او خلايا ضعيفه، او تعملها تقسيمات اخرى، تمام. كذلك النصف عسله، بعض الاخوان اللي بيكونوا حاطين نصف عسله كذلك شيلها، ملهاش لازمه طالما ما عندكش موسم عسل قريب، تمام. دي نقطه لابد الاشاره ليها. طيب في نقطه لابد التوضيح ليها ونصيحه للاخوان، وهي انا جيت فرست العسل اليوم، اتمنى نركز في الكلام ده. جيت فرست العسل اليوم على سبيل المثال الجمعه، تمام، والموسم خلص عندي ومفيش رحيق في المرعى، تمام. ايه الخطوات اللي اقوم بيها؟ تمام، ايه الخطوات اللي اقوم بيها بعد انتهاء الموسم؟ باختصار شديد، ضم براويزك او اضغط براويزك، تمام. رتب امورك مره تانية، ابتدي غذي الخلايا دي، انك انت اخدت العسل اللي جوه الخلايا كامل،
تمام. هنتكلم بصراحه بما يرضي الله، معظم اللي بيفرز العسل بياخد العسل كامل. تمام. فمعنى انك انت تاخد العسل وتقول لها اذهبي انت وربك فقاتلاه، يبقى ده امر ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. تمام. انت اخدت العسل، فرست العسل، بالتالي هتيجي بعديها بيوم او اتنين تفحص المنحل، تتاكد من الملكات وضعها موجوده ايه الملكات لا قدر الله اللي تم فقدانها، ايه الخلايا اللي نقدر نقول اللي محتاجه تشيل منها براويز، الخلايا الاخرى اللي محتاجه تدعم ببراويز. تمام. بتنظم امورك، بتضغط نحلك. تمام. بتغذي نحلك. واحد بيستمع ليا بيقول انا هيكون عندي في الموسم رحيق. تمام. والموسم نقدر نقول ما انتهاش بنسبه 100%، لسه في 20%. خلاص انت عندك استثناء. انت عندك استثناء، ما تقدمش تغذيه، خلي النحل يستفيد من المرعى. انا اتكلم على الاخوان اللي الموسم خلص عندهم بنسبه 100%، لا يوجد رحيق في المرعى، لا يوجد رحيق في المرعى، واخدت العسل لازم تغذي. تمام. عشان يكون الكلام واضح. واحد بيستمع ليه يقول لي احط عجينه سكريه كاندي، اقول له يا اخي العجينه السكريه الكاندي ما تحطهاش الا في الشتاء ان شاء الرحمن، شهر 11 12 ميلادي. تمام. واحد بيستمع ليه يقول لي انا ما عنديش حبوب لقاح، ينفع اعمل عجينه بروتينيه؟ اقول له لو انت ما انتش قادر تروح مراعي فيها حبوب لقاح، فانت مضطر تعمل عجينه بروتينيه. تمام. انا بأسف وبعتذر، ربما يكون بأخش في امور كتير وبتطرق لحاجات كتير، بس صدقا والله كل ده تم سوء لنا على الخاص. تمام. يعني اخ من الكويت كان سألني امس عاوز احط عجينه سكريه في الخلايا. تمام. الامر صعب في الكويت، درجات الحراره مرتفعه، ربما تصل ل 40 درجه. هو صحيح عنده عذر ان هو ربما يترك النحل 10 15 يوم بسبب عمل ليه معين، ولكن مش هينفع تحط عجينه سكريه، لسبب ان العجينه السكريه دي مع درجات الحراره المرتفعه عندك في الكويت هيبتدي تسيل العجينه السكريه على النحل. طب انصحك بايه؟ زي ما انا قلت لك طبعا على الواتساب او على الخاص، انصحك تقدم لها تغذيه مركزه مره او اتنين، النحل يخزنها في البراويز وبعد كده روح عملك يا اخي مفيش مشكله. انما تترك عجينه فوق البراويز هتنزل وتسيل على النحل، ومن ثم لا قدر الله ممكن يحدث اغلاق على فتحه السروح والخليه تموت او تختنق. والله العظيم كل الكلام ده حدث معانا. انا اتذكر من سنتين او من 3 تقريبا. تمام. حطيت عجينه بروتينيه في حوالي شهر 4 أو 5 ميلادي. تمام. والعجينه سالت على البراويز ونزلت ارضيه الخليه لحد ما راحت على فتحه السروح، قفلت فتحه السروح. جيت بعدها بثلاث اربع ايام في زياره للمنحل، لقيت في خليه ميته، والله الخليه كانت ربما تقارب من ال7 براويز ميته كامله. تمام. طب ماتت ليه؟ لان العجينه عملت اغلاق لفتحه السروح. تمام. فالله يسامحنا على الشيء دوت. انا ما كنتش يعني نقدر نقول مش عمري اكيد ما اقصد ان انا اموت نحلي، ولكن ده اللي حدث. فطالما الواحد حدث عنده خطأ بينصح بيه الاخوان برضه. تمام. بينصح بيه اللي بيستمع ليه، بينصحوا بيه. تمام. انما ان الواحد يقول والله انا المعلم وانا البروفيسور بتاع النحل، ما بتجيش كده. الواحد لو ما اتعلمش من اخطائه صدقا هيخليه طول عمره حمار، طبعا مع الاحترام للحمار نفسه يعني. تمام. فنتمنى من الجميع يركز في الامور ديت. نتمنى من الاخوان اللي بيفرزوا العسل للاسف الشديد يعني ويترك النحل ينهار، يقول لك خلاص انا ما عنديش موسم الا بعد شهرين 3، ويسيب النحل يتراجع. تمام. اتمنى منك يا اخي حافظ على نحلك، لا اما تبيع النحل دوت وتسيب مهنه تربيه النحل صدقا يعني. تمام. انك انت تاخد العسل وترمي النحل ده مش اسلوب، ده شيء ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. تمام. لازم زي ما انت اخدت منه تدي للنحل ده. تمام. انما انك انت تقول ده والله هيعيش ويستمر معايا شهرين وثلاثه واربعه بدون تغذيه، وانت ما عندكش في المرعى اصلا رحيق، هيعيش منين؟ هيعيش منين؟ فاهم اتكلم في ايه ولا ما انتش فاهم؟ الله ييسر الحل الجميع، ونسال الله يا رب التوفيق. لو في اي استفسار او تعليق نتمنى تركه، وان شاء الله يتم الرد عليه والاجابه عليه. طبعا انا بعتذر لاي اخ بيقول لي انت ما بتطلعش بس مباشر ليه. صدقني عذرا لاني مش بايدي القناه اللي هي البديله ديت، ما ينفعش ان انا اعمل بث مباشر الا لما ان شاء الرحمن نحقق الشروط اللي فيها، اللي هو ربما يكون 1000 مشترك او ما شابه ذلك.
تمام. ولكن الحمد لله احنا ماشيين في الطريق الصحيح يعني. طبعا القناه اللي هي تربيه النحل في الوطن العربي للمبتدئين والمحترفين، اللي هي القناه اللي حدث فيها مشكله، بنحاول بقصارى جهودنا والله نستعيد الامور مره تانية ونشغل القناه او نفتحها. ولكن ربما يكون في مشكله بنحاول لقدر الامكان نحلها يعني. فالله ييسر الحال، ونتمنى من الاخوان طبعا يشتركوا في القناه ديت، لعل ان شاء الرحمن باسرع صوره نحاول نفعل ميزه البث المباشر، ومن ثم نرجع زي ما كنا من قبل في فيديوهات على طول على المباشر للرد على مثلا استفسارات النحالين واسئله النحالين او ايا يكن يعني. الله يبارك في الجميع، ونسال الله يا رب التوفيق للجميع، ومشكورين شكرا جزيلا.